كان النبي صلى الله عليه وسلم يراعي مشاعر المذنبين المخطئين الذين يعصون الله تبارك وتعالى، كان يقيم عليهم الحد، لكنه مع ذلك يحفظ حقهم ومشاعرهم. أتي برجل قد شرب خمرا، كبيرة من كبائر الذنوب، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بجلده فجلدوه، وهم يجلدونه قال أحدهم: لعنه الله، ما أكثر ما يؤتى به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنوه، لا تعينوا الشيطان على أخيكم، لا تلعنوه، هو وقع في خطأ وأقمنا عليه الحد، لماذا هذه الزيادة؟ لماذا هذا السب واللعن؟ لا تلعنوه، قف عند ذلك، لا تلعنوه، لا تعينوا الشيطان على أخيه. وقال في قصة أخرى حينما سبوه ولعنوه قال: لا تسبوه أو لا تلعنوه فإني أعلم أنه يحب الله ورسوله. أيها الإخوة، ينبغي علينا أن نتعامل مع المذنب بنظرين: النظر الأول أن نكره المعصية التي فعلها ونبغض تلك الخطيئة التي اقترفها، ثم ننظر من الجانب الآخر نحبه لإيمانه، نحبه لأخلاقه، نحبه لصلاته، فنكره ذلك الذنب ونحب هذا الشخص. بهذا أيها الإخوة تجتمع لدينا حسن التعامل مع العاصين، ننكر عليهم معاصيهم ونثني عليهم الخير الذي لديهم. بهذا أيها الإخوة يرجع العاصي عن معصيته. أما إن سببنا وشتمنا فسيستمر على معصيته ولن نستفيد شيئا.